يبدو أن تجربة التكتل الشيعي تحت تسمية الإطار التنسيقي أغرت ما وراء الكتل السنية، فعمدت إلى منح الضوء الأخضر لركن الخلافات التي وصلت سابقا إلى مرحلة كسر العظم بين الأخوة الأعداء، ليجلسوا في قصر الخنجر ويعلنوا من هناك إطارا سنيا يحمل عنوان المجلس السياسي الوطني. ومع اقتراب الإعلان عن عودة التحالف الكردستاني أيضاً، يذكرنا هذا المشهد ببداية التكتلات الطائفية وعناوينها الصريحة. فهل يسير العراق بعملية سياسية إلى الوراء، أم أقدام بعض الفاسدين غرست في وحل الأجندة الخارجية ولا تستطيع المضي نحو مشروع وطني حقيقي؟ هذا وأكثر سنناقشه في حلقتنا لهذا اليوم من واحد سياسة، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا، واسمحوا لي أن أرحب بضيوف الحلقة هذا اليوم النائب الدكتور بهاء نوري، أهلا وسهلا بك. وأيضا المحلل السياسي الأستاذ نذير عدنان، أهلا وسهلا بك. بداية منك أستاذ بهاء، شلون تشوفون تشكيل المجلس السياسي السني؟ بالبداية تحية لك والضيف الكريم والمشاهدين الكرام. أكيد يعني اليوم بعد انتهاء الانتخابات، عارفين الحملة الانتخابية صار بها كثير من المشاكل بين الكتل السياسية. بعد انتهاء الانتخابات بدأت مرحلة جديدة، هي مرحلة الاستحقاقات. نعم. فعملية الحصول على الاستحقاقات إذا لم يكن هناك ائتلافات قوية ورصينة تستطيع أن تحصل على هذه الاستحقاقات، احنا عندنا بالوضع الشيعي عندنا الإطار التنسيقي، وهو مشكل يعني من دورتين سابقة. نعم. وماضين في هذا الاتجاه، يعني يضبط شكو شيء يعني ضمن الاستحقاقات أو الكتل السياسية الشيعية يكون انضباطها تحت هذه التسمية، وهنا قادة بالإطار التنسيقي هي من تقرر. طيب. اللي صار اللي رأينا يعني بعد انتهاء الانتخابات، الأخوة في المكون السني ذهبوا باتجاه المجلس السياسي. وهذا طبعا تنظيم لعملهم، حتى عملية التفاوض اليوم بين الكتل السياسية راح تصير أسهل، يعني نتحدث. وهنا أنا راح أسألك إنه هو راح يفيد الإطار هذا التنظيم؟ يعني تعرفين احنا عندنا عرف ماضين به. الاستحقاقات معروفة، عدد وزارات معروفة، رئاسة الوزارات تكون المكون الشيعي، رئاسة الجمهورية للكرد. بس تشتت المكون السني خدم الإطار. لا، احنا ما ننظر بهاي الطريقة خدم الإطار ولا ما خدم. احنا نريد نتفاوض مع أشخاص محددين، فبالتالي عملية إذا تبقى الكتل السياسية متشظية بهذه الطريقة راح يكون يحتاج لنا فترة زمنية طويلة لتشكيل الحكومة. وأكو إحنا لازم نلتزم بالتوقيتات الدستورية اللي مفروضة علينا. فهذا المجلس من إجوا واتفقوا على صيغة معينة، من راح يجون يفاوضون مع الإطار التنسيقي، والإطار التنسيقي هو اللي هم كذلك راح يفاوض. ما كل يوم كتلة سياسية تطلع من الإطار التنسيقي وتروح تفاوض ببحثها. لا، الحراك راح يكون داخل الإطار التنسيقي. نعم. بالتالي راح شو يولد شيئين مهمين. الشيء الأول هو بالإسراع بتشكيل الحكومة، لأن راح يجون في رؤية موحدة. نعم. الشيء الثاني، احنا في الإطار التنسيقي راح تكون التفاوض مالنا مع الكتل السنية واضحة والكتل الكردية هم واضحة. فهذا كله راح يسهل عملية تشكيل الحكومة ويذلل كل العقبات اللي موجودة. أكيد نعم. أكو اختلافات، بس راح تصير الاختلافات. مثلا اليوم إذا تجينا كل كتلة سنية بحتها وعندها مشاكلها، ويجي النوب الأخ وعنده مشاكله، هم لا يجون يصفون مشاكلهم بيناتهم ويطلعون. هسه من يصير رئاسة المجلس اللي كتلة، شنو المطلوب من وزارات بيناتهم يصفوها، بيناتهم يجون صافين. وهذا طبعا شيء أنا أعتبره من خلال خبرتي هاي السنوات الطويلة بهذا العمل، أعتبره شيء إنجاز إن كإطار تنسيق مريح. وكذلك للكتل السنية من تجي موحدة احنا راح نكون مرتاحين، لأن ما نريد نعيد قضية رئاسة المجلس مثل ما حصل بعد خروج السيد الحلبوسي، وبقى
رئاسة المجلس يوميا انتخابات، يوميا مشاكل، عدم اتفاق، وبالتالي ذهب الإطار التنسيقي هو بحسم بس هذا الموضوع. خدمتكم هاي المرحلة بقى الأستاذ المندلاوي سنة ونص رئيس مجلس. اي بس احنا ما كنا نريد مندلاوي يبقى سنة ونص، احنا كنا مضطرين وما اصطفينا مع جهة، قلنا روحوا اتفقوا. من بعدين ما اتفقوا، وصلنا الى مرحلة نحتاج رئيس مجلس، ذهبنا باتجاه السيد المشهداني وصوتنا عليه كإطار تنسيقي ومشى. فهذه الخطوة أنا أعتبرها جيدة. نعم أستاذ نذير، ننتقل لك، شنو قراءتك لهذا المجلس وشنو المشروع الجديد اللي راح يجي به هذا التحالف الكبير؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لحضرتك وللسيد النائب ولجمهور قناتكم المباركة. لعل المجلس يشكل معنى من معاني النضج السياسي للقوى السياسية السنية. اليوم القوى السياسية في تقدم وفي عزم وفي سيادة وفي حسم، وصلت إلى مرحلة لابد أنه تجلس إلى طاولة الحوار البيني. نعم. بسبب أو لأسباب كثيرة. أولا أن جميع قضايا المكون السني لم تحسم خلال المرحلة الماضية. نعم. جميع طلباتهم بسبب تشتت آرائهم وذهابهم كل مع فئة من الإطار وخلق نوع من العدائية والتنافس في بس بينهم. هسه هذا أصلا واحدة من التحديات اللي راح تواجه هذا المجلس، بالتالي كل تكتل أو كل كتلة داخل هذا المجلس لها ارتباطات خارجية وداخلية. الآن المجلس إلى هذه اللحظة لم يتحول إلى تحالف. نحن جاي نتكلم على فضاء للحوار وللقاء ولتبادل الآراء، وأيضا حتى نبتعد عن لغة الرسائل التي نطلقها خلال الإعلام. ممكن يتحول إلى تحالف رسمي ويتمأسس؟ يعني بالمستقبل المنظور أعتقد إلى أن تستقر حالة الحكومة، تشكيل الحكومة وبعدين كل واحد يروح لها. هنا أكو مرحلة أخرى، يعني إحنا على اعتاب عملية مفاصلة. اليوم اللي يخرج من هذا المجلس راح يتعاقب من الجمهور السني. الجمهور السني كان ينتظر ولادة هذا المجلس من مدة طويلة، حتى قوى الإطار التنسيقي كانت تدفع لمثل هكذا تشكيل. إذا ذكر السيد النائب قبل قليل مشكلتنا في اختيار رئيس مجلس النواب، كان جواب الإطار التنسيقي بكل قياداته أنه اذهبوا يا سنة حلوا مشاكلكم بيناتكم وتعالوا لنا برؤية واحدة وراح نذهب ونصوت لاختياركم. نعم. بالتالي فشلوا القوى بسبب أنه عدم وجود مساحة للحوار بيناتهم، لم يكونوا يلتقون، لم يكونوا يتحاورون. وهسه راح يقاوم؟ هذه يعني راح يقاوم هذا المجلس لدورتين مثل ما سوى بس خلينا نتكلم عن مهمة هذا المجلس اليوم. هذا المجلس لربما في هذه اللحظات أو في هذه المرحلة ما مطلوب من عنده يوحد كل الرؤى ويوحد كل الأشخاص، مطلوب من عنده يدير الخلاف في المكون السني بين قيادات المكون السني. خلاف صعب، ولعل الإعلام مطلع أكثر من غيره على ما صار من تبادل حتى شتائم على منصات وعلى المنابر. فبالتالي هذا الخلاف انعكس سلبا على واقع مجتمعنا، وينعكس سلبا على استحقاقاتنا الوطنية وعلى مشاركتنا بالعملية السياسية. فإحنا إذا وصلنا إلى إدارة هذا الخلاف وجنبنا الحوار بيننا هذه اللغة، وصلنا إلى لغة أقل حدة وأكثر مرونة وأكثر تقبل، على الأقل بهذه المرحلة حققنا شيء. أما الانتقال إلى أن يكون هذا المجلس هو تحالف سياسي، أعتقد ما زال الوقت مبكر له، وأعتقد هو مو من الأهداف الأساسية للمجلس. عندنا أهداف أكبر، عندنا استحقاقات وطنية، عندنا مشكلة في المشاركة ومشكلة في الشراكة. طيب، يقال أنه هذا الاجتماع حدث بتوجيه وضغط تركي. ما هو الضغط والتوجيه التركي كان موجود في السنوات السابقة، ليش ما صار الاجتماع؟ هذه يعني محاولة. طيب، ممكن تكون بادرة
سنية لمخاطبة الخارج بأنه إحنا موحدين فتقدرون تدعمونا موحدين مو منفردين؟ هذا المعنى يعني حتى وإن يعني تبنى أحد، هذا معنى جيد لا مشكلة به، أنه إحنا وصلنا إلى مرحلة من الوعي ومن النضج، أننا سوينا المشاكل السياسية التي بيننا والآن نحن كتلة واحدة، هذا شيء جيد. بس أنا حتى يعني نقف في يم جزئية الضاغط الخارجي أو الفاعل الخارجي. أنا أعتقد الفاعل الوطني والداخل الوطني كان ضاغط أكثر من الخارج، أو حتى إن كان إذا سلمنا أنه هنالك ضغط تركي على الموضوع. الآن ذكرها سيادتنا قبل قليل، الإطار كان يضغط أكثر من غيره، أنه توحدوا يا شركائنا يا أخوتنا، لا تجون تتفاوضون ويانا فرادى ثم يخرج واحد من عندكم ويدعي أنه الاستحقاقات غير كاملة وأنه المشاكل مستمرة. توحدوا تعالون. فالضغط المجتمعي اللي ولد مطالب المجتمع السني، عندنا قضايا مصيرية لم تحسم، عندنا قضايا المغيبين والنازحين وباقي المسائل اللي يعني ما أعرف إذا عندنا وقت راح نتكلم به. هذه كلها ملفات ضاغطة على القوى السياسية السنية. الخروج من هذا الضغط يتحتم على القائمين بالشأن أن يصلوا إلى مساحة وإلى فضاء من الحوار على الأقل في المرحلة الحالية. واضح. أستاذ بهاء، هذا اسمه نقدر نسميه توحد سواء بالنسبة للإطار أو بالنسبة للمجلس السياسي، هذا توحد برؤية وطنية له تخندق طائفي صار واضح وصريح. باكر عقبها بدنا ننتظر الكراد يسوون كتلة وحدهم يصير الموضوع، صارت عناوين صريحة شيعة سنة كرد، بالرغم أنه المواطن يوم اللي راح انتخب بدليل أنه انتخب الإعمار والتنمية حصلت أعلى مقاعد ومن بعدها تقدم، اثنيناتهم مشروعهم مو طائفي ولا إسلامي، حتى كان مشروعهم عبارة عن مدني وبرؤية مدنية هيك أظهروا للعالم. رجع وراها كل واحد يتخندق بطائفته وبجماعته. شنو استفاد المواطن؟ لا يعني شوف سيد طريقة يعني هي كتخندقات فعلا يعني صارت هي، وهذا الموجود العلن. يعني احنا ما نريد نتحدث بأشياء غير واقعية. اليوم اكو هذا التحالف هو تحالف سني، الإطار التنسيقي هو شيعي، لكن في نفس الوقت المشاريع اللي انطلقت بالانتخابات قطعا هاي بها برامج، وهاي البرنامج احنا ملتزمين بها. كإعمار والتنمية عندنا من الأخوة السنة موجودين يعني داخل الإعمار والتنمية. نعم. لأن دخلنا بتحالف. قصدك التخندق ما راح يأثر على البرامج؟ لا أكيد لا يأثر على البرامج. بعدين هذا التخندق اللي راح يصير واللي صار حاليا، هذا التخندق لحل المشاكل والخروج برؤية، بس كاستحقاقات راح تبقى دائرة التفاوضات والخلافات داخل هذا البيت. يعني اليوم منو يصير رئيس وزراء، منو يصير رئيس مجلس، منو يصير رئيس جمهورية، عليه خلافات لحد الآن. لكن خلافات وين موجودة؟ كانت تنطرح بالفضاء، هسه لا، تنطرح خلافات الأخوة المكون السني تنطرح رئاسة البرلمان. المن تصير هسه يجونا عسى ما يطوها الشخص عنده مقعد أو شخص ما عندكم فيتو على شخص؟ لا، ينطرح على الإطار وإلى رأي الإطار مثل ما ينطرح. بالتالي أي مرشح رئاسة جمهورية، رئاسة وزراء، رئاسة برلمان ينطرح على الفضاء الوطني. بالتالي إذا أكو عليه ملاحظات تنذكر هاي الملاحظات. ما عليه ملاحظات يعني شخص الكل يؤيد هذا الموضوع. بس بالتالي عندما يطرح الاسم من جهة ومدعوم من جهة، أكيد راح تكون نسبة الحظوظ أكبر، ونسبة الخلاف اللي يصير عليه أو الملاحظات اللي يصير عليه تخف بالتفاوض ويمضي. أنا متأكد اليوم اللي يطرحه الإطار التنسيقي رئيس وزراء راح يمشي، وكذلك اللي يطرحه المكون السني داخل تحالف المجلس السياسي، وكذلك الكرد بعد هناك يعني حزبين موجودين والتفاوض وياهم هم كذلك والتواصل وياهم مستمر. هم راح يجونا قريبا بتحالف ان شاء الله. بالعكس هاي جيدة، بالعكس هذا نضج سياسي. يعني اليوم العملية السياسية صار عمرها من 2003 إلى حدود 23 سنة أو 22 سنة. هاي العملية السياسية بدأت مراحل لأن اتدرجت وجا تشوفين يعني اليوم النضج السياسي أفضل. يعني كنا المرحلة كل ما تخلص انتخابات احنا نبقى 3 شهور أو 4 شهور للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة.
اليوم الإطار التنسيقي عندما أعلن الكتلة الأكبر، هي كانت الكتلة الأكبر مشكلة كبيرة هي عندنا. العقدة. كانت هي العقدة. اليوم أول بعت النتائج بس صادقت عليها المفوضية، راح أعلن الإطار التنسيقي بأن هو الكتلة الأكبر بكل مكوناته. نعم. اجت اجتماع. أستاذ نذير، عودة السوداني للإطار هي اللي صدمت ممكن القوى السنية وخلتهم يشكلون هذا المجلس، بالتالي يمكن لو ما عايد ومحصل 100 مقعد مثل ما كان مخطط له، كان ما صار هذا المجلس. ليش هو السوداني قبل ما يرجع للإطار وين كان؟ هو بالإطار. هو جزء من الإطار. كان جزء أساس من الإطار. نعم، كان جزء من الإطار، بس كان أكو تحالفات، وكان قريب من السيد الخنجر، وكان قريب من السيد الحلبوسي، وكان أكو إمكانية لتحالفات بعيدة عن الإطار. عودته يعني، وخلينا نكون صريحين، عودته للإطار إيش قد أثرت وصدمت المكونات السنية؟ ابتداء هو من معالم سياسة السيد السوداني أنه قريب من الكل. نعم. يعني هو مو قريب من الخنجر أكثر من قربه من هاي اختلف وياك بها، لان حسب ما هم يقولون هو يعني هم يقولون، أقرب من لكن جهة. الواقع يقول انه كان حريص على ان يكون قريب من الكل. نعم عنده خلافات، عنده مشاكل مع حتى في داخل الاطار، عنده مشاكل لعل ابرز مشاكله داخل الاطار، لكن هو كان حريص على ان يكون قريب من الكل، وهذه شهاده يجب ان تسجل لحكومه السيد السوداني. نعم. مساله ثانيه، فيما لو كان السيد السوداني حصل 100 مقعد، اكيد كل هذه السيناريوهات اللي حثت ما راح تكون بصيغه اخرى. الوزن الانتخابي مؤثر في كل الكتل على كل الكتل، فهاي مساله طبيعيه ومن البديهيات في عالم الحسابات، وخاصه في وضع مثل وضع العراق. لكن عدم حصول السيد السوداني على المقاعد المطلقه اللي تاهل انه يذهب بتشكيل حكومه، هذا هنا اللي يعني دق جرس الانذار عند القوى السنيه انه لا يعني، ولكن كان متوقع. يعني الجميع قبل الانتخابات نعلم ان موقع رئاسه الوزراء يؤهل القائد على الحصول من بين 38 الى 50 مقعد، او من بين 40 الى 50 مقعد، ما صار شيء غير متوقع. طيب، هو السؤال، هل السنة كانوا بحاجة إلى صدمة حتى يذهبون إلى تأسيس مجلسهم؟ حاولوا قبل، يمكن هم وفشلوا. يعني أعتقد كان قبلها بال21 كان أكو تحالف تقدم وتفكك بعد ما طلع السيد الحلبوسي. طيب احنا وقبلها بحكومة يمكن بال21 خلافات، يعني إذا نريد نرجع نتكلم عن هذه الخلافات اللي حطم. أقصد إنه فشلوا، هالمرة راح ينجحون؟ أعتقد المظلة اللي موجودة. أي مظلة؟ ماكو لهم رئيس. الإطار ترى عنده مرجعية. الإطار بقى لأن عنده مرجعية يرجع لها. الدور اللي السنة ما عندهم مرجعية. يعني هسه خلينا نخوض بهاي مسألة المرجعية، نتكلم على مسألة المجلس. من الكبير. المجلس واضح دور خميس الخنجر، الشيخ خميس الخنجر على مكانته يعني راح ياخذ دور المرجع بهذا المجلس. يعني هسه احنا ما نتفق على كلمة المرجع، نقول أب. نعم. للقوى السياسية، موقع أبوي يرعى جميع الفرقاء السياسيين وما يزاحمهم. يعني اتضحت معالم المرحلة القادمة. خميس الخنجر زعيم، محمد الحلبوسي قائد، وباقي القادة اللي موجودين يعملون ضمن هذا الفضاء. وهذا مثنى سامرائي يعني هو الثاني قبل الخميس، عنده مقاعد أكثر من خميس. يعني احنا نتكلم عن شخصيتين متباينات. قبل شوي حكيت قلت 21، هو منو فلش الاتفاق اللي صار بال21 غير مثنى. احنا الى الان نتخوف من بقاء عزم. يعني احنا اذا هذا المجلس اريد له ان يستمر، لابد ان يلتزم السيد مثنى السامرائي بالقرار الوطني أو السياسي السني، وأن يبقى تحت هذه المظلة، وإلا سيقصى من المشهد. إحنا بال21 كل القوى السياسية السنية ذهبت بالتحالف مع السيد الصدر. نعم. إلا السيد مثنى راح شكل مع الأخوة في الإطار الثلث المعطل، وطلع في وقتها مصطلح سنة الإطار وسنة
على كل احنا ما نريد نخوض صار ونرجع في هذه الجزئيات التاريخيه، لكن المظله اللي اوجدها السيد خميس خنجر على القوى السياسيه، والجهد اللي بذله خلال الاسابيع الماضيه، وتقريب وجهات النظر وما اسفر عنه أنتج المجلس من مجلس، وفي بخطاب واعي ومسؤول وحريص على بقاء هذا المجلس. ولعل اللي يتبع خطابات القاده بعد الاعلان كيف كانوا دائما وتغيرت اللهجه تغيرت، وكانوا تمام الامور الكل وكانوا على حرص شديد باظهار انهم سيبقون للدوره كامله. نعم. فحتى بوحده من العبارات اللي قال احنا راح ندير خلافاتنا، اتفقنا على كيف تدار الخلافات بالمرحله القادمه. نعم. فهم مقرون بوجود خلافات ومقرون بالتعايش مع هذه الخلافات، لكن بنفس آخر ورؤية أخرى. أستاذ بهاء، دكتور بهاء، اجتماع الإطار البارحة كان دسم، احكي لنا شنو صار خلال هذا الاجتماع، شنو اللي تغير. راح نفض موضوعة مرشح رئيس الوزراء. يعني تعرفين الإطار التنسيقي يجتمع بشكل دوري. نعم. يعني هاي السنوات كلها اللي مرت، فهاي الاجتماعات هي اجتماعات دورية. نعم. يعني كل اجتماع يصير بيت أحد من قادة الإطار. فبالتالي قضية الاجتماعات هي مستمرة. يقولون قللوا من الشروط، من حدة الشروط. لا تعرفين هي شكلت لجنتين داخل الإطار، وواضح عمل هاي اللجنتين. يعني بالتالي أكو يردون تفاوض مع القوى السياسية الأخرى، وكذلك تسمية رئيس الوزراء واختيار رئيس الوزراء. بالتالي أكو داخل قوى الإطار قوى مختلفة. يعني بالتالي أكو تحالف الإعمار والبناء، أكو دولة القانون، أكو القوى الدولة، أكو الصادقون، أكو كل هاي المكونات إضافة إلى. طيب إيش قد نسبة حظوظ السيد المالكي وحظوظ السيد السوداني؟ احنا ما نتحدث بهذه الطريقة. أول مرة احنا عندما نتحدث كقائمة إعمار وتنمية نقول احنا القائمة الفائزة الأولى. طيب. على المستوى الوطني وكذلك على مستوى الإطار. أوكي. بالتالي كل قائمة يجب أن تأخذ استحقاقاتها. لأن اليوم من يطلع الناخب وأنتم استحقاقاتكم لازم تأخذوها برئاسة الوزراء؟ ممكن بالوزارة؟ لا، يعني مو بهالطريقة هاي. يعني احنا ما نريد نأسس لعرف سياسي جديد. ما حد أسسون، هو مؤسس أصلا. لا، تم تجربته. يعني شوفي كل الاتفاقات اللي يصير هاي بعدين راح تصير مستقبلا تصير ملزمة. يعني مثلا احنا عندنا بال 2014 من ما صار السيد المالكي رئيس وزراء، صار السيد العبادي اللي هو من داخل دولة القانون باعتبارها القائمة الفائزة. طيب. اكو قوائم اخرى كانت بقتها ما كان اكو الاطار التنسيقي، بس كانت القائمة الفائزة فقدموا. الفائزة. طيب. مع الاخوة الباقيين. في حال تم الاعتراض على السيد السوداني عندكم مرشح بديل؟ لحد الان احنا نذهب باتجاهين. الاتجاه الاول احنا نقول السيد السوداني وقائمة الإعمار والتنمية قائمة لديها انجاز. اوكي، عندكم انجازكم وعندكم استحقاقكم وعندكم قائمة فائزة ولديها استحقاق. اوكي. هذا يثبت. هذا يثبت للقائمة. ما ناكرين وعندنا مرشحنا احنا عالنين بصورة علنية، يعني ما مخبين شيء. مرشحنا هو السيد السوداني لرئاسة الوزراء. مرشحكم عليه فيتو من بعض الجهات. هسه إذا أكو مرشح أفضل هو هم يتقدم. احنا ما مانعين كتلة سياسية أن تقدم مرشح. هاي من الكتل الأخرى، من الكتل الأخرى داخل كتلتكم. في حال اوكي هذا الاستحقاق لكم، لكن غيروا لنا السوداني ما راح تغير. احنا الان عندنا تثبيت الاستحقاق بمرشحنا السوداني. هذه قضيه احنا مثبتينها. طيب في حال ثبت الاستحقاق هسه بعد لحد الان ما صاير الحديث مع الاطار لا قالوا احنا ما نتقبل السيد السوداني، لان من الشروط اللي تم وضعها ماكو رفض وفيتو على احد. نعم. داخل الاطار مثلا هذا لا تجيبه هذا من رشحه ابدا. أوكي. عليه فيتو، هذا ماكو الكلام. الكل من لديه رغبة يذهب اتجاه الترشيح، وبالتالي اكو معايير. هاي المعايير الكتلة اللي فازت، الشخص شنو اللي مقدمه وشنو انجازه. بالتالي احنا اكو مسألة جدا مهمة. المسألة اليوم الناخب يطلع، تعرفين نسبة المشاركة صارت اكثر من 56. نعم. بالمية، وهذا شيء كبير. بينما كانت سابقا تعرفين نسب المشاركة ما تتجاوز 30 وال40 يعني كانت مشاكل. يعني كانت ضعيفة.
رئيس الوزراء بنشتغل هذا 3 سنوات اللي مضن، قدم اشياء كثيره هسه على المستوى الخدمي، على المستوى هسه نسبة الدبلوماسي. المشاركة ما ترجع فقط لا ترجع جزء منها اليوم الحكومة، قائمة لكن الترشيد الإعمار الطائفي والتنمية، أيضا اللي صار. قائمة الإعمار والتنمية 1,300,000 يعني حصت من الأصوات، وهاي ما صايرة بكل قائمة سابقا. هاي واحدة. الشغلة الثانية رئيس الوزراء أرجع 1,300,000 وهو رئيس وزراء كان يعني؟ عادة القانون تفوز. معادل. عادة تفوز. ست. دائما كتلة رئيس الوزراء هي اللي تفوز. بس مو بهذا عدد الأصوات. مو عدد أصوات الأخوة الناخبين. بالبارتي حصلوا فوق 1,000,000، هم ما عندهم مواردكم ولا عندهم إمكانيات. شنو الموارد اللي كانت عندنا؟ احنا ما عندنا رئيس وزراء، وزارات هي متوزعة بين ائتلاف إدارة الدولة. عندكم كم نائب دخل بالقائمة؟ يعني هو النواب أصليين دخلوا بالقائمة 53 نائب. وعندكم فوق ال 53 نائب كم وزير؟ ما عندنا ولا وزير. كان اكو وزراء بس وزارة العمل هاي سيد أحمد الأسدي، وهي وزيرة يعني الاتصالات. هي شنو زين هاي وزيرة هسه ما اتذكرهم كلهم، هذول وزراء، واكو مدراء عامين، واكو وزراء سابقين. اي وزراء سابقين، واكو اسماء مهمة، واكو رجال عشائر هذول مرشحين. طيب ما موجودين بالحكومة، اللي موجود بالحكومة وهذا كله وزيرة الاتصالات يعني هو اخذهم 53 نائب ووزيرين، رجعهم 46. طبعا تحصلون 1,300,000 طبيعي. طبعا القانون كان ما عادل، قانون الانتخابات 1.7 هذا كان مو قانون عادل، يعني الكتل السياسية الكبيرة. طيب ليش رضيتوا على التنائب حضرتك اللي دورت يعني احنا القانون تعرفين صارت به مشاكل كثيرة، وذهبنا باتجاه تغييره، ورادوا يغيروا ورجعوا على شكل دوائر متعددة يعني، بس بالتالي مضى هو هذا القانون. فاحنا نعتبره نقول كقائمة هي الفائز الأكبر اللي موجود. السيد السوداني عاد الثقة اللي انفقدت بين العملية السياسية والنظام السياسي والناخب. السيد السوداني عاد هاي الثقة. طيب. وهذا إنجاز كبير بالنسبة للوضع يقولون إنه الإطار ممكن يذهب لمرشحي تسوية بدل المالكي والسوداني إلى حميد الشطري لو السيد باسم البدري. من الأقرب؟ يعني أنا أقول لك الإطار التنسيقي خذ قرار لا يرشح من يعني عمل في الأجهزة الأمنية أو أخذ قرار لا يرشح اللي عنده حزب واللي ناوي يرشح. يعني على هيك السوداني والمالكي كيف يطلعون من المعادن؟ صار كلام. خلينا نوضح هاي الفقرة. هاي الفقرة يجب أن توضح. أول مرة القرار ما صار قرار من الإطار التنسيقي ما يرشح شخص عنده حزب أو شيء، ما طلع بالقرارات حتى بمحاضر الاجتماع. إذا واحد يقراها ماكو هيك. هذا كلام صار بالإعلام. يجب اللي راح يجي كل ما عنده حزب أكيد تحدثوا نواب. وتحدث به أيضا السيد المالكي. تحدث به بس ما أخذ قرار به. هو لو تحدث به السيد المالكي لو ما أخذين قرار به ما يرشح نفسه. هو أمين عام حزب الدعوة. نعم. لا قالوا جماعة المالكي كان هنا يمكن بالحلقة الماضية السيد عقيل فتلاوي قال الإطار متفق في حال كان المالكي ولصعوبة المرحلة المالكي مستثنى من هاي الشروط. لا ما صار شروط يعني حتى يصير الأمر ما نزل بمحاضر الاجتماع أو بالبيان الختامي لكل اجتماع للإطار التنسيقي ما نزل هذا الموضوع. تحدثوا بنواب صحيح، صار بالإعلام صحيح، بس كوجود الإطار عندما يضع نقطة يلتزم بها. نعم. هاي ميزة من ميزات الإطار. تمام. أنتقل لك أستاذ نذير، هو من الأقرب للإطار السني الجديد؟ سيد المالكي ولا سيد السوداني؟ يعني صعب جدا. يعني هوية كل كتلة موجودة داخل هذا المجلس محافظة على هويتها وباقية، ما صار تغيير على الهويات. فبالتالي كل كتلة من كتل المجلس هي باقية على نفس علاقاتها وباقية بنفس تفاهماتها والتزاماتها سواء السياسية أو حتى الأخلاقية. طيب رؤية القوى السنية من القادر أكثر على إدارة المرحلة المقبلة؟ خليني أغير. يعني أنت حصرت الخيار بين المالكي وبين السوداني؟ باعتبار المرشحين الأبرز. إذن السوداني يقينا. يعني لماذا؟ والله أسباب كثيرة. يعني احنا المرحلة الماضية من ضمنها انه سيد بهاء لا ابدا والله لا ابدا والله. يعني السيد بهاء رجل محترم ويقينا يعني له كل الاجلال والتقدير، لكن الامر منظور. احنا عندنا مشاكل
سببتها فترة ولاية السيد المالكي. نعم. وهذه المشاكل إلى الآن ما انحلت. سببتها ولاية السيد يعني جرت خلال فترة السيد المالكي هذه المشاكل القادة السنة بذيك إلى الآن ما انحلت. نعم. يعني عندنا مشاكل كثيرة، عندنا مشاكل نازحين، عندنا مشاكل مغيبين، عندنا مشاكل قوانين، عندنا مشاكل المشاركة والشراكة، عندنا قائمة من المشاكل طويلة. طيب. معظمها كان السيد المالكي جزء أو على الأقل كان فاعل قادر على حسم الكثير من عندها ولم يقدم على هذا الأمر. بحسب ما يعني البارحة تابعت موضوع عن هذا الجزئية بوقت أكيد قصدك بوقت التظاهرات اللي صارت والاعتصامات. بوقتها كان أكو 19 مطلب للمتظاهرين، 5 على الحكومة و14 على مجلس النواب. سيد المالكي بوقتها قال لهم الخمسة اللي يم الحكومة نقدر لها، حلوا ال 14 اللي يم مجلس النواب. ما ارتضي الآن نجلس لمحاكمة أداء السياسي لحكومة السيد المالكي، لكن السؤال أنت اختاريتي أن تضعيني بين خيارين. نعم. السوداني هو الأقرب لكم اليوم. شراكتنا إذا تمت مع السيد السوداني راح تكون أكثر نفعا للعملية السياسية، ولا نستبعد أن يأتي السيد المالكي برؤية جديدة يقنع بها القادة السياسيين السنة لمرحلة قادمة. كل شيء مباح. نعم. لكن اليوم وفي هذه اللحظة السيد السوداني أقرب إلى النهج الوطني من غيره. المجلس السني من أبرز مرشحيه لرئاسة البرلمان باعتبار رئاسة الجمهورية صارت بعيدة بعد؟ الكرد أخذوا قرارهم. يعني أتصور لا زال السيد محمد الحلبوسي هو مرشح لرئاسة مجلس النواب أو ما يرتضيه الوفاقات السياسية من مناصب سيادية. طيب أستاذ بهاء، تتهمون كإطار بعرقلة استحقاقات المكون السني من ضمنها رئاسة الجمهورية وتحالفكم مع الكرد. ليش هيك ويخوتكم السنة؟ لا بالعكس، احنا ابدا ما كان الاطار التنسيقي او المكون الشيعي كمكون اكبر ما كان ابدا معرقل، بينما كان يذهب باتجاه الحلول. اما موضوع رئاسة الجمهورية طبعا هذا شيء طارئ. تعرفين العملية السياسية تأسست على العرف السياسي، طبعا هو مو موجود بالدستور هذا التوزيع اللي موجود بين المكونات. هذا عرف سياسي صار بعد 2003. فالكرد حصتهم رئاسة الجمهورية. لو كان العرف متأسس بأن باعتبار رئاسة الجمهورية ما بها صلاحيات، البرلمان كان أهم. هذا ما يروج إليه يعني، بس هي بها صلاحيات. هسه بعد هذا اللي بقتها نعم. بقتها السياسيين السنة اللي قالوا احنا نريد رئاسة البرلمان ومش بهذا صار الاتفاق. بالعكس احنا كانوا مخيرين في هذا الموضوع، لكن الخيارات كانت اتجاه مجلس النواب، رئاسة مجلس النواب. نعم. فاتلبى هذا الموضوع، وكذلك المكون الأكبر يصير رئيس الوزراء من عنده، ويبقى الأخوة الكرد يمثلون رئاسة الجمهورية. طيب في حال وهذا صار الاتفاق. هاي الأعراف صار لها 23 سنة. هاي 23 سنة يعني اليوم ما تقدر تتفاوض ويا الأخوة الكرد وتقول لهم أنتم تعالوا وتنازلوا. بعدين الكرد ما عندهم يعني رئاسة البرلمان فيها خدمة كبيرة. واليوم رئيس البرلمان يمثل كل العراق، ما يمثل بس المكون السني. يعني هذا يمثلنا بالجنوب. هذا متخوف من الإطار، هذا متخوف من الإطار من أن يكون رئيس الجمهورية سنيا هو اللي يمثل العراق أمام العرب، خاصة أنه عندهم السنة عندهم قدرة على التغلغل العربي أكثر من الشيعة. أبدا يعني ماكو هذا الكلام أبدا. ولو كان العرف مبني على أساس رئاسة الجمهورية للمكون السني ما معترضين عليه. بس هي عملية صار لها 23 سنة وصعب التغيير، وانت عندك انتخابات خلصت من عندها، المحيط الخارجي كله ملتهب، الأوضاع البرلمان تم حله والحكومة تحولت حكومة تصريف أعمال، يعني كل هاي المعطيات
وما نعرف باكر ايش راح يصير. هو يمكن لأن المحيط الإقليمي ملتهب، تحتاج لرئيس جمهورية سني يكون على لا ليش السيد الحلبوسي تعاطي أكثر مع ترى السيد الحلبوسي من كان رئيس مجلس زار كل الدول والتقى بالرؤساء والتقى اسمه، هو حسب نوع الشخص هل يكون فاعل أم غير فاعل. طيب باعتبار بدنا نحكي عن الحليف الكردي، أنتم بالإعمار والتنمية شنو انطباعكم عن زيارة المالكي لكاك مسعود برزاني؟ يعني طلقة الرحمة كانت على مشروع الولاية الثانية لو شنو؟ لا أبدا. تعرفين يعني اليوم أي قوة سياسية حبيت الزيارة لو صدمتكم الصدق؟ لا زيارة طبيعية كانت. وين طبيعية؟ صار 12 سنة ما رايح للرجال، شلون صارت طبيعية؟ لا يعني من يروح اليوم السيد المالكي من يزور السيد مسعود برزاني، هذا أمر طبيعي جدا. بالتالي هم اثنينهم زعماء سياسيين وكانوا يعملون في مرحلة من المراحل في المعارضة وغيرها. أكو هواي مشتركات بصراحة. طيب هذا ما يأثر على الإعمار والتنمية. إضافة إلى هذا ربما غدا راح يصير زيارات للحزب الفلاني والحزب الفلاني. السيد مسعود برزاني بالتالي هو زعيم عراقي كردي، فبالتالي يحتاجونه وعنده كتلة برلمانية، فبالتالي يحتاجونه بالائتلافات بالمشورة هواي قضايا يعني. فبالتالي ما عندنا أي مشكلة اليوم إذا راح السيد المالكي أو راح السيد السوداني أو ذهب السيد الحلبوسي أو السيد الخنجر. كل القادة السياسيين اللي موجودين راح يصير زيارات بيناتهم، راح يصير تفاوض بيناتهم، راح خلال هاي الفترة بعد المصادقة من قبل المفوضية عن النتائج النهائية وذهابها باتجاه المحكمة الاتحادية. طيب. راح تشوفين الحراك راح يزيد أكثر وندخل بالتفاصيل أعمق. لحد الآن أحكي لك إياها بصراحة، لحد الآن كل القوى السياسية تتفق على بناء البيت، لكن لا تدخل بالتفاصيل العميقة من أجل لا يتضح الخلاف، لأن هي بالأصل ترى أكو خلافات خلال الفترة القادمة. لا راح يصير عندكم هواي برامج ساخنة وشي. أنا أقول لك إياها ارتاحي. فأنت هسه الوضع هادئ، بس خلال هاي هدوء ما قبل العاصفة نعتبرها هي. أستاذ نزير، بالعادة السنة حليفهم الأقوى هو الكرد، زين، بس بالفترة الأخيرة إنه العلاقة توترت. شنو اللي بإيد السنة حاليا للمفاوضات السنية كردية؟ الخلافات أيضا داخل البيت الكردي. هذه لازم قصدي توترت العلاقة السنية الكردية. نعم. خلافات سنية واحد، خلافات كردية واحد، بس الخلافات احنا إذا فككنا احنا ما جاي نتكلم عن رؤية واحدة عند السنة ورؤية واحدة عند الكراد. نعم. فبالتالي من وجود الخلاف راح يكون الاحتكاك يعني مؤذي لطرف من الطرفين أو لكلا الطرفين. احنا جاي نتكلم عن عدة رؤى داخل البيت السني مع رؤيتين أو أكثر من رؤيتين داخل البيت الكردي. فبالتالي الأمر قابل للوصول إلى نقاط للتلاقي. كاك مسعود لاعب أساسي بالعملية السياسية، ركن من أركان العملية السياسية. ومع هذا زعلته؟ مو كنا يعني شو نسوي لابو ريكان؟ شو نسوي له اذا هو راح ذكرادنا ينسوا نسال؟ لا والله طيبين والله طيبين. الشيخ خميس الخنجر علاقته متميزه جدا بالرئيس البارزاني. طيب وهذه العلاقه كفيله ب يعني تسويه الخلاف، جزء من الخلاف أو كل الخلاف ويا الحلبوسي. طيب هل كان من شروط المجلس أنه يتم تنحية السيد خميس الخنجر من رئاسة سيادة ويكون السيد سرمد الخنجر بديلا له؟ أبدا، لكن هي الحاجة ألجأتهم. الدور اللي مناط بالشيخ خميس الخنجر اللي تبناه هو شخصيا واللي هو يعني تطوع إلى أن يكون بمحل الأب لكل اتفاق سياسي. نعم. فبالتالي يحتاج أن يترفع عن المنافسة، لابد أن يكون هو خارج عملية التنافس توزيع المغانم أو حتى أن لا يتحمل تبعات المشاكل اللي تحدث لربما تحدث. فبالتالي هو سبق أن أشار إلى هذه المسألة وقال أنه السيد الحلبوسي
اكثر تفاهما مع استاذ سرمد على اعتبار انه قريب بالعمر، فبالتالي هو يريد ياخذ دوره اللي محتاجه المجتمع مالته. الشيخ خميس الخنجر الاب الروحي لابد ان ياخذ دوره، اما ان يبقى مع اللاعبين متصارع ويجلس معاهم بنديه لربما يخسر هو ويخسر المقابل، فبالتالي العمليه السياسيه برمة تخسر والمكون السني يخسر. نعم. وجوده كأب افضل للجميع. نعم. استاذ بهاء، ارجع لك. المفروض الاطار التنسيقي هاي المره ملتزم بالتوقيتات الدستوريه. شو كنت راح تحس من موضوع شكل الحكومه الجديد؟ الناس ملت وهي باقيه هيك بلا راس ورجل. احسنتي. طبعا الالتزام بالتوقيتات الدستوريه شيء جدا مهم طبعا، بس هذا ما يعتمد راح بس على الاطار التنسيقي. انتم الكتله الاكبر؟ لا احنا اعلنا الكتله الاكبر وانهينا هاي المشكله، وراح تقدم الكتله الاكبر باول جلسه تعرض بالبرلمان بتواقيع وباسم الكتله الاكبر تسمى. نعم. ونسلمها، وهذا اللي علينا احنا كمكون. علينا كذلك الاتفاق على رئيس الوزراء، واعتقد راح نحسم موضوع رئيس الوزراء قبل جلسة البرلمان الأولى. يحسم هذا الموضوع وتبين المعالم مالته. نعم. لكن في نفس الوقت ننتظر الأخوة في المكون السني، وكذلك ننتظر الكرد. فبالتالي يعني إذا الكرد ما حسموا موضوعهم، وتعرفين الكرد أكو مشاكل ولحد الآن حكومة بالإقليم ما مشكلة. نعم. من الانتخابات راح يصير 6 شهور. كانوا أصلا ينتظرون تصير هنا انتخابات حتى اللي ما ياخذ منصب هناك ياخذ منصب هنا والكل راضي. اي يفترض ينحسم هذا. احنا راح كاطار تنسيقي طبعا راح نكون عامل مساعد لكل المكونات من اجل ان تنهي هذا الخلاف. نعم. لان نريد نلتزم هالمره يعني هاي المره تختلف عن الاخرين. ليش؟ لان نريد نلتزم بالتوقيتات الدستوريه. فكاطار راح ينحل الموضوع، يعني اكو تفاهم عالي جدا داخل الاطار واكو انسجام ما بين قوى الاطار. فاعتقد احنا كانت عندنا المشكله الكبيره اللي نعاني من عندها كل انتخابات هي الكتله الاكبر، وهذا الموضوع انحسم. بعد حسم الكتله الاكبر باقي الاشياء ستاتي بسلاسه وسهوله وبتوقيتات محدده. إذا متفقين على يوم كحد اقصى لاعلان تشكيل الحكومة أو لإعلان تسمية الرئاسات على الأقل، لو بعدها النهايات مفتوحة؟ لا يعني تعرفين هسه لحد الآن المفوضية لم ترسل الأسماء إلى المحكمة بعد ما صادق عليها المحكمة وترسلها إلى رئيس الجمهورية ويدعو رئيس الجمهورية خلال 15 يوم. الجلسة الأولى للبرلمان خلال هذه ال 15 يوم راح يسمى كل شيء. جيد، ممتاز. طيب اكو احتمال لارجاع مناصب نواب رئيس الجمهوريه لارضاء الاخوان؟ دستوريا هذا موجود، بس الميزانيه ما تتحمله. يعني كان الغائها من قبل السيد العبادي كان على اساس اقتصادي، يعني بالتالي المنصب بالاساس تشريفي، فالنواب اكيد تشريفيين. فهل ممكن يعني اعاده هذه المناصب حتى نرضي الاطراف، حتى ما حد يطلع زعلان؟ هذا هم يمكن. تدرين ليش؟ اول مره هو بالدستور موجود. يعني كمنصب لو يروح يلغي، وتعرفين الدستور فقراته كلها لازم يصوت عليها الشعب. فبالدستور موجود، عدم وجوده مخالفة للدستور. لكن مضى بهذا الشيء. كانت 3 نواب، هو يقول نائب أو أكثر. نعم. ما 3 نواب هم هواية يصير له نائب أو نائبين. وحتى قضية موازنات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ما ادري شنو يكون هاي تحدد، يعني لا تبقى العملية مفتوحة ونهاياتها صعبة. لا، تحدد وبموظفين محددين. هو نائب رئيس الجمهورية يكون له مهام محددة، يعطي موظفين من كل الدوائر. هسه ما يروح يعين، يجيب موظفين ينسب معاه وهم رواتبهم موجودة بوزاراتهم. ونائب رئيس الجمهورية ايش تكون له؟ يعني اشياء بسيطة يقدرون يعتمدونها. فبالتالي اعتقد يعني انتم مع هذا التوجه؟ هسه مو نقول مع هذا التوجه، نقول هذا التوجه دستوري. ربما ما يصير اتفاق على نائب رئيس الجمهورية وخلاص يبقى مثل باقي الدورات اللي مضت. استاذ نذير، سؤال اخير لك، شو وقت يتفلش المجلس؟ من الاخير ورا ما ياخذون الاستحقاقات الجماعه. لا ان شاء الله ما يتفلش.
أي. وان شاء الله ماضين ال4 سنوات. اعطيني عقبات، خلينا نبلش من العقبات الداخليه. والعقبات الخارجيه. العقبات كلها وضعت مع اول جلسه ضمت الاطراف. طيب. اول ما تحدثوا بالعقبات. شنو اللي منعنا؟ زين، هاي العقبات السنيه داخلهم حلوها، بعد المناصب بعدها ما متفقين عليها. اول شيء راح يختلفون عن المناصب مثل ما قال سياده النائب. المناصب من تنحل مساله الكتله الاكبر ويسمى الحكومه، المساله هي رياضيات. طيب قول تاخذها القد، قول عبرت. او حتى لو صارت مشكله، احنا بالمجلس القوى السنيه اتفقوا على اداره خلافات بيناتهم. قول عبرت. ايه الخلافات السنيه على المناصب عبرت. ايش عندنا بعد؟ انا اقول لك ايش عندكم بعد. عندكم خلاف ويا الاطار، ممكن اكو جهات بالاطار ما يعجبها انه راح يكون اكو مجلس سني. بالتاكيد. احنا واكو ناس من جوا المجلس عندهم علاقات بينيه ويا الاطار. انا اقول لك عندنا مشكله، يعني مشكله كبيره. عندنا استحقاقات وطنيه غير مستحصله، وعندنا حقوق غير مستحصله. مثلا موضوع هسه اخذتنا لغير موضوع. انا اقول لك لا احنا راح تواجهون بعض الكتل بالاطار اللي ما يخدمها يعني المجلس وجد ليطالب بحقوق المجتمع السني. طيب. التي نتهم بعض اطراف الاطار بهضمها. مثلا موضوع نازحي جرف الصخر، موضوع العوجه، موضوع المغيبين، موضوع قانون العفو العام الذي افرغ من محتواه واعطيت لنا نسخه ممسوخه ليس لها اي تاثير. هذه ايضا لابد انه يعاد النظر بها، وهذه استحقاقات وطنيه في عاتق المجلس، وعليه الان القاده تبقوا. هاي الاطار هم حليت لك مشكلته. ايران راح تقبل؟ طق اياها هيك من الاخير. التفاهم مع ايران يعني مساله عميقه جدا. يعني ايران لها اصدقاء. لك شو كنت تفلش؟ ايران لها اصدقاء، والتفاهم مع ايران جزء من التفاهم مع المنظومه الدوليه. مثل ما ايران لها تاثير غيرها لها تاثير، فبالتالي ايران ما تتعامل مع هاي الجزئيات التفصيليه. نعم. تتعامل مع الخطوط العامه. راح يكون اكو تعهدات قبل تشكيل الحكومة بمطالب السنة من الإطار. لو الموضوع همينة الوجود الغاية الأولى من وجود المجلس هي إعادة عرض هذه الطلبات ووضعها على طاولة المفاوضات مع الحكومة التي ستمضي في المرحلة القادمة. نعم. شكرا جزيلا لك النائب الدكتور بهاء النوري. شكرا لوجودك، وأيضا الشكر موصول لك أستاذ نذير عدنان المحلل السياسي. ومشاهدينا، أكو ضيف خاص أجل وصوله اليوم إلى بغداد، وأكو واحد آخر راح يوصل خلال يومين. ردوا شوية يا قياداتنا السياسية، ضبوهم وخلوا بالكم أمانة هاي الجماهير اللي صوتت لكم ومنحتكم شرعية القيادة والتمثيل. لا تسلموها تراب، لأن التراب ما يصير غالي إلا على أبناء الوطن الأصلاء. وبقت يم ابن الأصيلة. مع السلامة.